السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. انت في الريمونتادا. النهارده في حلقتنا هنتكلم عن توافق برج الحمل بصوره عامه، الولد والبنت، وتوافق برج الجوزاء. هل هم يقدروا ان هم يتوافقوا مع بعض؟ وزي ما بقول لك كل حلقه اي اتنين في الدنيا ينفعوا مع بعض، وهقول لك في اخر الحلقه ليه وينفعوا ازاي ما بين الحمل وما بين الجوزاء. او نقطه معانا او التوافق معانا هو الثقه، التراست، ثقه ما بينهم. بص، هما ما بيتكلموش كتير في حوار الثقه دي الا في حاجه واحده بس، وهي العلاقه الجنسيه. مش هتكلم كتير في النقطه دي، ولكن هشرح لك باختصار. ممكن يشكوا في بعض بطريقه جباره ويخافوا من بعض. ليه؟ الحمل دايما عنده عواطف كبيره جدا، عنده غريزه قويه جدا، فدايما بيشوف ان هو بيعبر عن ده عن طريق الحب، وبيدي كل حاجه حلوه في العلاقه دي. اما الجوزاء بيشوف السلوك غريب، السلوك يخوف، وخصوصا لو كانت ست فالسلوك بيخوف وبيرعب. وممكن كمان لو الآية اتعكست، لو الجوزاء راجل والأنثى حمل، الموضوع لا، الأنثى ايه ده؟ ايه اللي بيعمله دوت؟ فطبعا كل واحد وليه دماغ، ولكن الغريزة الحملية او الغريزة الجوزائية بتختلف تماما. الثقة هنا بتقل. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا مش مستعبدك او انت مش مستعبدني. الحوار مش كده، الحوار لازم يجي بدماغي، وده يقول له لا، الحوار لازم يجي بدماغي انا. ما بينهم وما بين بعضهم مفيش راحه، الثقه هنا بتقل. لا انت ايه؟ انت كده، انا كده هبتدي اخاف منك، والموضوع بيوسع جدا في النقطه دي. لو كنت جديد معانا اتمنى ان انت تخش تشترك في القناه وتعرفني نفسك وتدوس لايك للفيديو، وتقول لي تحت في الكومنتات عايزنا نعمل انه توافق. ذكاء الاتصال، وده التوافق التاني. ذكاء الاتصال دوت يعني متوافقين مع بعض فيه بنسبه 20%. طبعا اما الثقه نسبه 50%، 50-50. ولكن ذكاء الاتصال ده الاثنين بيبقوا مثلا ايه، متفقين على حاجه معينه والدنيا ماشيه تمام، تلاقي دوت بينفذها بطريقه ثانيه وده بينفذها بطريقه ثانيه. انا بركز في الحوار اللي انت قلت لي عليه، بس من دماغي انا، من طريقتي انا شايف ان ده صح. الجوزاء لا، العقلانيه اللي انا فيها دي كده انت مش صح. النوع ده من العلاقات بيبقى نوع يعني ايه ده، انتوا هتخنقوني يعني؟ انا يعني انت ذكي على نفسك، بس انا ذكي برضو. والله الحمل انا هنفذ ده سواء انت وافقت او ما وافقتش، انا هنفذ ده. ولكن طبعا الجوزاء لا، ليه عقلانيه وليه اسلوب وليه سلوك خاص بيه، هو يقدر ان هو يستخدمه في ان هو ينفذ الحاجه الفلانيه، في الموضوع الموضوع اللي احنا كنا مركزين عليه امبارح. موضوع، فكل واحد ليه ذكاء خاص في النقطه دي. اما في الحب، العلاقه في الحب حلوه جدا، بشوفها ما بين الحمل والجوزاء نسبه كبيره، وهي تتخطى 70%. ولكن خلينا نقول 70%، ولو كانوا اصدقاء 80%. خلينا اقول لك في الحب الاثنين عندهم عواطف كبيره جدا، عندهم عواطف جياشه، حب بقى ما بعد حدود. يعني اديني بقى شويه رومانسيه وانا ممكن كجوزاء اديك، بس بالفعل الاول وبعقلانيه الاول. اتاكدت ان انت شريك حياتي، انا اللي متجوزاك، هبتدي ادي. وطبعا بدماغي، كل واحد ليه دماغه، ولكن الاثنين عندهم عواطف جياشه جدا. اما الحمل في النقطه دي، ونقطه يعني انا بشوفها حقه بصراحه، وحق اي بنت وحق اي راجل، بيخاف يتجرح، بيخاف مشاعره تتخدش خدشه. يعني لا انا هديك حب واهتمام. قابلني، بيقابلك بعقلانيه الجوزاء، ماشي، بتمشوا مع بعض. الجوزاء بقى هنا بيحب ان هو يكون بيته اسره ويربي عيال، بس ده مش الدوافع الاساسيه على قد ما هو بيحس بالامان وبيحس بالاطمئنان تجاهك انت كحمل. فالاهتمام بيجي من الحمل، والجوزاء بيرحب بده وبيحب دوت، والاثنين في النقطه دي دماغ بعض جدا وكل حاجه. بس هنا هو ده عايز الحاجه سريعه، ولا انا هديك بس بعقلانيه. يعني هعبر بس بعقلانيه، انا عايز اربي وعايز اخلف وعايز. ودي بتبقى دوافع برج الجوزاء. التوافق في الدماغ، الاثنين يعني مختلفين شويتين. ليه؟ دوت بيحب ان هو يستقر، وبيحب الاهتمام، وبيحب طبعا ان هو يكون واضح جدا، وما بيحبش الكذب، وده طبعا برج الحمل. اما برج الجوزاء عقلاني اوي، العقل زي ما بقول لك، فكره، اسلوبه، يحب الاستقلال، يحب يبص لمستقبله اللي جاي. هنا النقطتين بيختلفوا. النوع دوت من العلاقه تلاقيه نوع يعني ماشي، هديك الحريه انك تعمل،
ده بيتقبله الحمل وبيحبه. طب انا بقى هعمل يعني هعمل، انت تعمل اللي انت عايزه وانا هعمل يعني هعمل. عايز تتجاهل يعني اللي انا هعمله، دماغي اسلوبي طريقتي، تجاهلها يا عم الحمل. ولكن الجوزاء زي ما بنقوله على وضع، مش على وضع ان هو بيمشكل، لا، اصل انت اعمل اللي تعمله وانا همشي بدماغي. هي دي ملخص الدماغ. فنسبه 40% في التوافق ده انا والله بشوف نسبه عادله، يعني مش هكتر. يعني هو كل واحد ايه، همشي بدماغي، هتمشيني بدماغك ولا انا امشي بدماغي؟ لا، بص، انسى، اعمل اللي انت عايزه وانا كجوزاء هعمل اللي انا عايزه. فالتوافق هنا بيكون صعب شويه. ده بيحب الاستقلال وده بيحب الاهتمام. الاتنين عقلانيين، بس طبعا العقلية الأولى بتيجي لبرج الحمل ومحدش بيمشي، لا طبعا برج الجوزاء ومحدش بيمشي كلمته عن برج الحمل. ودي يعني نقطة النسبة فيها ضعيفة. أما بقى التوافق العام، اتنين في الدنيا ينفعوا لبعض يا عم الريمونتادا، ولكن العلاقة دي مؤلمة، محتاجة لإيه؟ محتاجة لشغل، محتاجة لمثابرة. اتعب انت وهو، اتعبي انت وهو، حلوا المشاكل مع بعض. علشان كده دايما بقول اي اتنين في الدنيا ينفعوا لبعض. تقدر انك تستغنى عن كاريزمتك، حضورك، تقدر تستغنى عن عقلانيتك، تقدر تنزل بعقلك لعقله. ودي مهم جدا، لازم تتكاتفوا علشان تقدروا تمشوا الدنيا. لو كنتم متجوزين وارد جدا تلاقي اتنين حمل جوزاء، راجل حمل انثى جوزاء، يعني ايا كان بقى، يعني متوافقين والدنيا تمام جدا. اكيد هم بيعملوا الكلام ده تلقائي ان هم بيتكاتفوا. العلاقه مؤلمه، علاقه متعبه جدا، محتاجين ان احنا نشتغل عليها شويه، محتاجين ان احنا نتكاتف، نقعد مع بعض، نحل الامور. ودي مهمه قوي الكلمه دي لو كنت لسه بتتفرج دلوقتي. ودي يعني ما حدش يعلي على التاني، حدش يعمل نفسه ان هو كبير على التاني، حدش يعمل نفسه ان هو اذكى من التاني يا جوزاء. تمام؟ فعشان الدنيا تمشي لازم يحصل كده 50%، بشوفها والله يعني عادلة جدا. وطبعا كل واحد ليه آراءه من الناس التانية، كل واحد ينفذ. مش معنى انا بقول لك نسب فمعنى كده ان هي دي النسب، لا، انت تقدر تعلي نسبة، توطي نسبة، كذلك انت او انتي من البرج التاني تقدروا ان انتوا تمشوا الدنيا مع بعض. ودي اوعى تتردد في لحظه انك تكتب لي تحت في كومنتات عن اي طلب انت عايز ان انا انفذه لك. انا هنا عشان خاطر اساعد حضرتك واوصلك اللي انت عايزه. ديسلايك للفيديو واشترك في القناه، كمان كومنت تحت اطلب مني التوافق اللي انت عايزه. انا هنا علشان خاطر اساعد حضرتك. سلام عليكم، استنوني في حلقات جديده.